السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بينا نسمي بالرحمن ونشوف النهارده وصفة النهارده هنعمل فيها إيه. أول حاجة دي طريقة تتبيلة شاورما، تتبيلة فراخ عايزة تعمليها بالبصل كده، طريقة حلوة أوي، أوي، أوي. أول حاجة أنا حطيت كوباية زبادي، حطيت عليها ليمونة كبيرة عصرتها تكون مَيّة كده يعني فيها مَيّة كتير، فلفل أسمر، وحطيت كمان معلقة جوز الطيب أهي، تمام، وهاحط صويا صوص ودبس رمان، طريقة حلوة جدًا، جدًا، جدًا للفراخ. أنا أول ما قُمت من النوم عملت التتبيلة ديّة وركنتها في التلاجة لآخر النهار مثلًا أو لحد ما هاجي أعمل الأكل، تمام كده. حطيت دبس رمان وصويا صوص، مش هاحط حاجة تاني غير البهارات والملح وخلاص على كده، يبقى فلفل أسمر، جوز الطيب، شوية 7 بهارات والملح وخلاص على كده، هي كفاية التتبيلة ديّة ليها. عندِك تتبيلة الشاورما حطيها، ما عندكيش خلاص، بس أنا عن نفسي التتبيلة دي بتبقى حلوة جدًا، جدًا، جدًا ورهيبة كمان. أنا جبت كيلو إلا ربع من البانيه ورُحت مقطّعاه شرايح كده سميكة، تمام، حطيتهم في التتبيلة دي وحطيتهم في التلاجة لحد أنا مثلًا ما خلّصت كل اللي ورايا، زي ما هاورّيكم كده بس يكون تخين يعني مش رفيّع علشان يبقى ملحّم كده فيه لحم، غير لمّا يكون قطع صغيّرة أو رفيّعة مش هتبقى حلوة يعني، وأنتِ ومزاجِك، أنا بادّيكِ الفكرة واللي أنتِ حابة تعمليه يا قمر اعمليه. كده طبعًا البتاعة ديّة مش حلوة خالص، رُحت أنا بقى إيه راكناها كده على جنب، ورُحت ماسكة الفراخ بتاعتي كده بإيدي، دخّلت فيها التتبيلة كلّها كده، كإنِّك بتعملي مساج كده للفراخ، ورُحت عاملاها كلّها في التتبيلة وهاركنها على جنب. أهم حاجة بقى كمية البصل، أنا هاجيب حوالي كيلو ونُص من البصل، وأنا باحب البصل في الوصفة دي كتير جدًا، أنا مش هاعملها في عيش يا جماعة، أنا عاملاها على رُز عشان كده أنا مكتّرة البصل. تمام، حطيت معلش في الحتة دي ما اتصورتش، حطيت شوية زيت، مكعب زبدة، وكمان حطيت كمية البصل بتاعتي وأنا مقطعاها كده حلقات، وأهم حاجة بقى المكون التحفة السحري اللي بيدّي لِك طعم فظيع لل للفراخ بالبصل، هتحطي سُمّاق، هتحطي جوز الطيب برضه، هتحطي شوية فلفل أسمر وشوية ملح على البصلة، تمام، أدي الشاورما اللي أنا متبلاها، باينة إنها متبلة من قبليها. هاحطها على البصل بتاعنا، أنا مش هاحط فلفل ولا هاحط أي حاجة، أنا زي ما قُلت لكم مكتّرة البصل عشان إحنا هناكلها على رز مش بعيش، فهيبقى هو الصوص بتاع الفراخ دوّة بالبصل كده هناكله مع الرز، بس كان فظيع بصراحة طعمه حلو أوي، 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 أتمنى تجربوا الوصفة وهتعجبكم جدًا إن شاء الله، وهتدعوا لي دعوة حلوة لو أنتم جربتيها والوصفة عجبتِك بإذن الله. وطبعًا داخل علينا العيد، فإحنا عايزين نفتكس كده في الأكل، وعلى فكرة الوصفة دي حلوة أوي لو أنتِ عملتيها باللحمة، لو جبتِ اللحمة البفتيك وعملتيها هتبقى حلوة جدًا، 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 هتجيبي اللحمة القطع برضه وعملتيها بيها هتبقى فظيعة، بس هي هتاخد سِوَى شوية، تمام، هتزوديها طبعًا المَيّة الشاورما أو الفراخ بالبصل غير اللحمة، تمام كده، تمام استوت معانا وهنحط بقى شوية بقدونس على كزبرة وهنقلبهم هيدّي لها طعم حلو أوي، إن شاء الله تجربوا الوصفة وهتعجبكم بإذن الله. أنا كده باقدّم لكم حاجات بسيطة وسهلة للعيد علشان تعمليها وما تاخدش منِّك أي وقت خالص. أنا الوصفة دي عملت معاها رز أصفر تمام بالزبيب وأنا عندي شوية مخلل وخلاص على كده. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم بإذن الله، وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب اللي بيتمنى حاجة من ربنا ربنا يحققها له، وينول لكم كل اللي بتتمنوه اللهم آمين، ويا رب أبقى ضيفة خفيفة على قلبكم، مش عارفة أقول لكم إيه، بس شكرًا جدًا، جدًا، جدًا إن أنتم معايا على الصفحة، وكل سنة وأنتم طيبين، وفي رعاية الله، مع السلامة.